زمايلي. ازيك يا رانيا؟ صباح الخير. صباح الخير يا كريم. ازيك يا شيماء؟ صباح الخير. صباح الخير يا رنا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قعده جدعان. حلقتنا بقى هنتكلم فيها ايه النهارده يا رانيا؟ ان شاء الله هنتكلم عن التحرش الالكتروني والابتزاز الالكتروني. رانيا طبعا وهي بتقول هنتكلم عن التحرش الالكتروني تحسوها ان هي ايه، مخضوضه، هي داخله في الدور بقى، عايشه في الدور. طبعا احنا النهارده مش هنتكلم عن بس التحرش الالكتروني، لا احنا هنتكلم عن البابا بتاعهم اللي هي العلاقات، لان العلاقات بشكل عام بتبقى سبب يؤدي الى ده، بس بطريقه ايه تانية. بمعنى اصح اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، احنا بنتكلم عن التحرش الالكتروني، وبنتكلم عن الخلع، وعن كمان ايه الموضوع اللي هتموت وتتكلم فيه رانيا هو القايمه بصراحه. فاحنا خلونا نبدا اول حاجه كده، ليه اصلا العلاقه بتفشل وبتوصلنا للحاجات دي؟ في الفترة الأخيرة مع التطور التكنولوجي كان ليها زي ما هي ليها حاجات حلوة كتير، أثرت علينا بالسلب في حاجات كتير، إن احنا نبعد عن أفراد الأسرة، إن احنا يبقى لينا العالم بتاعنا بعيد عنك وعنها، ونبقى قاعدين كل واحد في التليفون بتاعه. ظهر مع ده ظاهرة هي التحرش الإلكتروني. التحرش زي ما بيحصل وجه لوجه مع الناس، لا بيحصل كمان من ورا شاشة. يعني أنا ممكن أكون ما شفتش الشخص ده قبل كده ولا أعرفه، لكنه ممكن يعمل معايا الموقف ده من خلال شاشة التليفون. طيب أنماطه إن أنا ممكن أعمل مثلا حساب وهمي زي ما قلت لك قبل ما نطلع ده اللي هوا. اتكلمنا فيه فعلا قبل الهوا، ان ممكن التحرش ده بيكون انواع. ممكن يكون حد احنا فعلا عارفينه وبنتواصل معاه، او عن طريق حساب وهمي. حد بيعمل حساب وهمي هو اصلا احنا ما نعرفوش، لسه بنبتدي نتعرف عليه. بيبدا يعرف تفاصيل صغيره عن حياتنا، واحده واحده يبدا يطلب منا صور، رسائل، يعني ندخل في علاقات عموما مع بعض، بعديها يحصل الابتزاز الالكتروني. اخد منك كلمه علاقات بقى اللي احنا قلنا او ربطناها بالموضوع الخاص بالتحرش الالكتروني. يعني ايه حد عارفك ويعني ايه بيتحرش بيك؟ هتسالني طبعا السؤال ده، هقول لك بكل بساطه يا صديقي انه الموضوع كالاتي. هو في الحقيقه هو مش بيتحرش بالشخصيه دي او بالبنت دي، لا هو بيبتزها لسبب انها لم تحقق له مطلبا ما. يعني بالعربي كده وبالبلدي، هو كان حابب مثلا سواء بقى يقرب منها، يتعرف عليها، ده لو هو طبعا ما يعرفهاش، اما لو هو عارفها عاوز يتقدم لها، عاوز يتجوزها، بس هي رفضت او الاهل رفضوا او غيره، فيجي كده فجأة مخه يقفل ويقول طب انا هدمر لك حياتك. فهيدمر لها حياتها ازاي بقى؟ يبدأ بقى يعمل حاجات على الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، اللي هو ايه، من الاخر انا هخليكي انت اللي تقولي لي ايه، تعالى وتقدم لي. ده بشكل عام دي طريقه من الطرق الكتيره اللي بتحصل. مش شرط الطريقه دي، ممكن يكون المطلب بره العلاقات خالص، بس في الاول وفي الاخر طالما انت حد انت تعرفه يبقى في علاقه بينك وبينه. العلاقه ما هياش حب، ولا هي ان انتوا تبقوا قرايب ولا اي حاجه. ممكن تبقى علاقه شغل، ممكن تبقى علاقه دراسه، ممكن تبقى علاقتك بزميلك عادي جدا. فالعلاقات عندنا بيحصل فيها مشاكل كتير جدا، ومواضيعها تكتر الكلام فيها لوقت طويل، ولكن المختصر المفيد ان اللي بيجمع او اللي بيخلينا، او اللي احنا عاوزينه يخلينا ان هو نقدر نتعامل مع المشاكل دي، ان انت لازم من اول ما تخش مع حد في علاقة تحاول انك تحدد شخصيته. طبعا تحديد شخصيته، في ناس بقى هتقول الابراج، طبعا من ضمنهم شيماء، هتقول لك ايه، احنا هنحدد بقى نشوف